ازاي تتحول لوحش في مركز الجناح. حتى صلاح عالمي 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 الولد المصري. الله يا الزازي. الناس كلها عايزة تلعب في مركز الجناح، مهارات واهداف وارتوهات، ولكن الحقيقة ان مركز الجناح مش بالشكل اللي انت شايفه. خليني اسألك سؤال، ايه هو مركز الجناح بالنسبة لك؟ هل هو جري بسرعة ولا مهارات ولا عرضيات واهداف؟ والحقيقة ان الثلاث اجابات غلط. الجناح الحقيقي هو اللاعب اللي يخلق فوضى في الملعب، اللاعب اللي يخلي المدافع متوتر كل مرة يستلم فيها الكورة. مش لازم تكون اسرع واحد، مش لازم تعمل 100 مهارة، لكن لازم تكون خطر في كل لمسة. في الفيديو ده هقول لك ازاي تبني الكلام ده خطوة بخطوة بتمارين عملية تخليك جناح اخطر فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هيغير نظرتك عن مركز الجناح بنسبة كبيرة، بس قبل ما ابدأ ما ينفعش اني ما اتكلمش عن الايام العظيمة اللي احنا فيها دي. بما ان يوم عرفة على وصول، فحبيت اقولك ان يوم زي ده ممكن يغير حياتك بالكامل. يوم عرفة مش مجرد يوم عادي، دي فرصة انك توقف وتعيد ضبط نفسك من الاول. يوم لازم تفهم فيه ان اي تغيير حقيقي في حياتك بيبدأ من قرار داخلي. زي ما انت بتقرر كل يوم انك تبقى لاعب افضل، لازم تقرر برضه انك تبقى انسان افضل. طيب نرجع لفكرة الفيديو تاني. فهمتك يعني ايه جناح في بداية الفيديو. دلوقتي بعد ما فهمنا يعني ايه جناح، خلينا نبدأ بأول حاجة فعلا بتفرق بين الجناح الخطير والجناح العادي. حاجة ممكن تخلي لاعب سريع ومهاري ملهوش لازمة، والحاجة ديت هي اللمسة الأولى. أغلب اللعيبة بيضيعوا الهجمة من أول لمسة، وده لأنهم بيستلموا الكرة بشكل عشوائي. الكرة تبعد عنهم، يقفوا يعدلوها، المدافع يوصل وخلاص الهجمة انتهت. لكن الجناح الحقيقي أول لمسة عنده لازم تخدمه وتخليه جاهز يتحرك فورا. طيب حل المشكلة ديت تمرين بسيط جدا، تمرين الحائط والاستلام المفتوح. التمرين ده بسيط جدا لكنه من اقوى التمارين لاي جناح. هات حائط او اي شخص يمرر لك الكوره، وقف على بعد مناسب، مرر الكوره بقوه متوسطه، ولما الكوره ترجع لك هنا تبدا الفكره المهمه. ممنوع تستلم الكوره وممنوع تخلي الكوره تحت رجلك، انت لازم تستلمها بزاويه. يعني ايه؟ يعني اول لمسه تخلي جسمك مفتوح ناحيه الملعب، مش واقف بشكل مستقيم، لان الجناح لازم يكون جاهز يتحرك فورا في اي لحظه. جرب مرة تستلم بوش القدم الداخلي، ومرة بالخارجي، ومرة برجلك الضعيفة، وما تستعجلش. ركز ان اول لمسة تكون ناعمة، لكن في نفس الوقت تبعد عنك الضغط. تخيل ان المدافع وراك، لو استلمت الكرة بتاعتك المدافع هياكلك، لكن لو اول لمسة اخدتك ناحية المساحة انت كده كسبت ثانية، وفي الكورة الثانية دي كنز. طيب لنفترض ان لمستك الاولى بقت ممتازه، هل كده بقيت جناح خطير فعلا؟ لا، لان في مشكله تانية بتخلي اجنحه كتير سهل جدا توقعها. طيب ايه هي المشكله التانية دي؟ المشكله التانية هي انهم بيلعبوا بسرعه واحده طول الماتش. اغلب اللعيبه اول ما يستلموا الكوره يجروا باقصى سرعه كل مره بنفس الشكل وبنفس الريتم، وده يخلي المدافع مرتاح لانه خلاص فهمك. لكن اللاعب الخطير مستحيل تتوقعه، مره يهدي، مره يقف، ومره ينفجر فجاه، وده اللي يخلي المدافع متوتر. طيب جايب لك الحل برضه، ما تقلقش. التمرين ده هيعلم جسمك الانفجار. اولا ابدا بمشي خفيف او جري بطيء لمده ثانيتين الى 5 ثواني، وبعدها فجاه انفجر باقصى سرعه حوالي 10 متر او 5 متر. ولكن ركز على حاجه مهمه جدا، وهي اول 3 خطوات. اول 3 خطوات هم اللي هيحددوا هل انت خطر ولا لا. لازم يكون جسمك مايل لقدام شويه، وايديك بيتحركوا بسرعه. المدافع مش بيخاف من اللاعب السريع طول الوقت، المدافع بيخاف من اللاعب اللي فجاه يغير السرعه، وده اللي لازم جسمك يتعود عليه. طيب بالنسبة للتكرارات، هتعمل التمرين ده من 6 مرات ل 8 مرات، وخد راحة قليلة بين كل مرة، وركز على الجودة مش على الجري وخلاص. لكن حتى لو سرعتك قوية، في سؤال مهم، لما المدافع يقف قدامك هل انت فعلا خطر ولا اول ما يضغط عليك تتوتر؟ والحقيقة هي انك لازم تتعود تواجه، لازم تتعود تهاجم المدافع مش تخاف منه. حتى لو لوحدك تقدر تتمرن على التمرين اللي هديهولك دلوقتي. تخيل المدافع قدامك، ابدأ قرب ببطء منه، خلي جسمك مرتاح، وبعدها اعمل خدعة بسيط، ممكن تحرك كتفك او تغير وضع جسمك، وبعدها انفجر في الاتجاه العكسي. الخداع الحقيقي مش في الرجل بس، الخداع الحقيقي بيبقى في جسمك كله. حركات التمويه اللي انت بتعملها بجسمك هي اللي بتخلي المدافع يتجنن. لازم المدافع يصدق انك رايح اتجاه وبعدها تغير فجأة، وما تفكرش انك محتاج 50 مهارة، لا، حركة واحدة قوية وسريعة تكفي جدا. واقرب مثال على الكلام اللي انا بقوله هو اللاعب دوكو. اللاعب ده حرفيا ما عندوش غير مهارة واحدة بيستعملها، ومفيش مدافع حاليا يحب ان هو يلعب قدامه. طيب بعد ما تعدي المدافع، ايه اللي يخليك تكمل الهجمه؟ اللي يخليك تكمل الهجمه هو تغيير الاتجاه، وفي لعيبه اول ما تغير اتجاهها سرعتها تضيع، وده يخلي المدافع يرجع لها تاني. علشان كده لازم تدرب جسمك على التغيير السريع. تمرين بسيط جدا ولكنه هيأثر في تغيير الاتجاه بتاعك.
حط 4 أقماع أو علامات وابدأ اجري بينهم، ولكن ركز على حاجة، كل مرة تغير اتجاهك انزل بجسمك شوية وخلي ركبتك ثابتة وادفع الأرض بقوة. أكبر غلطة إنك تغير اتجاهك وأنت واقف بشكل مستقيم، ليه؟ لأن كده جسمك هيكون أبطأ، لكن لما تنزل بجسمك التغيير بيبقى أسرع وأقوى. آخر نقطة معانا ودي الفرق الحقيقي بين اللاعب الذكي واللاعب العشوائي. طيب آخر نقطة وهي سرعة القرار. الكرة الحديثة سريعة جدا، لا هي سريعة جدا جدا جدا، ما عندكش وقت تفكر براحتك، كل ثانية تأخير ممكن تضيع الهجمة. فالتمرين اللي أنا جايبه لك ده هيزود من سرعة ردة فعلك. هات أي شخص يساعدك وخليه يتكلم، يقول مثلا يمين أو شمال أو حتى لون أو رقم، وأنت تتحرك فورا على الشيء اللي قاله. مثلا لو قال يمين اتحرك يمين، ولو قال شمال اتحرك شمال من غير ما تفكر. التمرين ده مش بس للجسم، ده للعقل، ومع الوقت ردة فعلك هتبقى أسرع وقراراتك جوه الملعب هتبقى أقوى. وفي النهاية الجناح الحقيقي مش مجرد لاعب سريع، الجناح الحقيقي يعرف امتى يهدي وامتى ينفجر، امتى يواجه وامتى يغير اتجاهه. كل التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتصنع لاعب خطير فعلا. ولو فعلا عايز تتطور اشتغل على الحاجات دي باستمرار، لأن مواجهة ضد جناح قوي كابوس لأي مدافع.